السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة يا بنات هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا هتبهرك وهتبهر جوزك كمان. جربي معايا الوصفة دي ان شاء الله هتعجبك جدا. انا بقى معايا هنا كريم مرطب. تمام. ومعايا روج، طبعا مش بستخدمه كده خلصان زي ما انتم شايفين ومتبهدل، فمش هعرف استخدمه تاني، فقلت بدل ما ارميه هعمل بيه وصفه حلوه قوي هتعجبك النهارده وهتعجب حبايبنا اللي لسه مثلا داخلين على مشروع جواز او لسه متجوزين جديد. طبعا بنبقى عايزين ان احنا نعطر جسمنا كده ونخليه يبقى شكله حلو، وكمان يبقى مورد ومدي لمعه كده. هنعمل ايه بقى يا بنات؟ هنجيب الكريم المرطب ده وهنحط منه شويه كده في حاجه فاضيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. احط كميه كده بسيطه، انا مش هعمل كتير علشان خاطر ما ينشفش معايا، ولو مش حابه ان هو ينشف معاكي برضو هتشوفي علبه صغننه فاضيه وهتقومي حاطه فيها الكميه اللي هنعملها، هتعيش معاكي فتره كبيره. هجيب بقى الروج بتاعي واشيله كده بالشكل ده وابتدي ان انا احطه على الكريم المرطب بتاعي. هنعمل حاجة عظمة عظمة عظمة، يعني حاجة جميلة هتبهرك. بصوا بقى زي ما انتم شايفين كده اللون الاحمر او الوردي، الالوان دي حلوة جدا هتبقى معانا في اللون حلوة زي ما انتم شايفين كده. وابتدي ان انا اقلب اقلبه بقى كويس. هيعجبك قوي 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 قوي، حاجة جامدة يعني. مش هنشتري حاجة من بره، كله من البيت، مكونات بسيطة قوي بدل ما نشتري حاجات غالية، وفي نفس الوقت مفيدة. وداخل علينا طبعا الشتاء، فالاماكن اللي هي عندي بتنشف ده هيبقى حلو ليها، وفي نفس الوقت هيديكي لون حلو قوي للجسم ويخليه مورد. احط الباقي اللي معايا ده، مش هحطه كله برضو. اهو وهبتدي ان انا ادمجهم مع بعض كويس. ممكن استخدم المعلقة الخشب دي. بعدين بقى هجيب مكون تالت معايا هيديني بقى ايه شكل حلو قوي، وهو الجليتر. الجليتر ده بقى ممكن يبقى عندك اللي هو البودر او الكريمي او اي حاجة من الانواع دي عادي هينفع. بص اهو الجليتر ده، الجليتر اللي بيستخدم مع الاي شادو او بيستخدم في ظلال العين اللي هو تحت الحاجب ده. وابتدي ان انا اقلب كده المكون كله. بصوا بقى القوام بتاعه وشكله بقى عامل ازاي، هجربه لكم دلوقتي. اي كريم مرطب عندك تقدري تستخدميه، اي قلم روج زي ما قلت لك كده اللي هو قرب يخلص او خلصان ومش عارفه تستعمليه هنستعمله وايه، احنا اولى يعني بالحاجات دي. كده هو معايا المكون كده جاهز ان انا احطه على ايديا او على جسمي
او على اي مكان انا حابه ان انا احطه. بص ممكن تستخدموه مورد خدود، ممكن تستخدموه مورد جسم زي ما انتم شايفين. بصوا شكله عامل ازاي، بصوا اداني قوام عامل ازاي، وفي نفس الوقت بيلمع وليه لمعه حلوه قوي. الناس اللي بتعمل ماسكات للجسم تقدري تستخدميه ماسك للجسم يبقى مورد الجسم وفي نفس الوقت عامل لك لمعه جميله جدا. ممكن كمان هنضيف له حاجه بسيطه قوي، لو حابه تضيفيها مش حابه عادي مش لازم. انا عندي مخمريه ريحتها حلوه جدا ولونها احمر برضو، ممكن مخمريه ومن كل لون تاني عادي. بصوا هحط منها حاجه بسيطه يعني كده. وهدمجها برضو مع بعضها على اساس ان يديني ريحه حلوه. وطبعا الكريم المرطب ريحته حلوه، بس برضو ده هيديني اللي هي الريحه اللي زي ريحه المسك دي، لان طبعا انتوا عارفين المخمريه ريحتها برضو بتبقى حلوه جدا. فدي مخمريه انا كنت جايباها برضو من عند واحد بتاع ادوات تجميل، بس بيبيعها سايبه في برطمانات كده زي ما انتوا شايفين، بيديك الكميه اللي انت عايزاها. عموما بقى منتشر قوي الموضوع ده، يعني لو حد سألني مثلا اجيبها منين ممكن اقولك اللي هم الناس اللي بيبقى محلاتهم فيها بخور كتير والكلام ده بيبيعوا المخمرية دي. بتلاقي مخمرية شعر، مخمرية جسم، كل المخمريات عنده زي ما انتوا شايفين. بقى انا معايا بقى برطمان فاضي، هجيب بقى البرطمان بتاعي وهحط المكون بتاعي كله فيه علشان خاطر ما ينشفش معايا، لاني طبعا لو سبته مكشوف هينشف اهو بالشكل ده. لو حابه اعمل كميه تاني هعمل لما تخلص. بصوا يا بنات زي ما انتم شايفين ادي الكميه معايا اهي اللي انا عملتها. الكميه دي هتقعد معايا يعني فتره. طبعا لما باجي استخدمه يعني ايه مش باخد منه كتير قوي، لا هو يعني مثلا حاجه بسيطه كده وهدلكها كده بالشكل ده تديني، بصوا تديني لون حلو وفي نفس الوقت لمعه حلوه وترطيب للجسم كله وريحه حلوه. يعني 4 في 1، مكون 4 في 1، ترطيب ولون وريحه وكمان شكل ومورد للجسم شكله حلو قوي. ده المكون اللي انا كنت بعمله لكم النهارده، يا رب يكون عجبكم، وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات تانية كتير، وباذن الله نبتدي ان احنا نشتغل مع بعض تاني زي زمان. يا رب يكون فدتكم بحاجه بسيطه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مصر 15